ايه الفرق ما بين الناشونال براند اللي هو مانيفاكتشر براند وما بين البرايفت براند اللي ليه اسم تاني اللي هو الستور براند؟ لو انت ماشي في كارفور او في سبينز او في هايبر ماركت او في لولو ماركت او في باندا ماركت، اي ستور، هتلاقي فيه برودكتس مكتوب عليها اسم الشركة المنتجة ليها. زي ما تلاقي سامسونج تابلت سامسونج بيتباع في كارفور عادي تحت اسم سامسونج تابلت. زي ما تلاقي برجر حلواني موجود في الستور تحت اسم برجر حلواني. زي ما تلاقي مسحوق غسيل اريال او برسيل موجودين باسمهم. زي ما تلاقي عصير جهينة موجود باسم عصير جهينة. يبقى الشركة حاطة اسمها على البرودكت بتاعها ومفيش اي مشكلة خالص. شركة انتجت برودكت وحاطة اسمها على البرودكت ده اسمه ناشونال براند او مانيفاكتشرر براند، اللي هو الصانع حط اسمه على المنتج اللي صنعه. النوع التاني من السبونسرشيب هو البرايفت براند او الستور براند. هنا في شركة صنعت منتج ما وبعته للستور، اللي هو هنا في الحالة دي كارفور او سبينز او هايبر ماركت او باندا او لولو ماركت، وراحت الشركة دي او الستور ده حطت اسمها على المنتج. زي ايه؟ زي ما تبقى ماشي كده بتتسوق في كارفور وتلاقي مسحوق مكتوب عليه كارفور، تلاقي منظف مكتوب عليه كارفور، تلاقي ديتول مثلا مش مكتوب عليه ديتول، او مطهر مش مكتوب عليه ديتول، مكتوب عليه كارفور. هتلاقيه موجودة الحاجات دي. هنا كارفور مش هو اللي صنع المنتج ده. كارفور ما عندوش مصانع بتصنع ديسنفكتنتس او مطهرات. هو شاريها من مكان ما. المكان الما ده قال له خد شاريها بهذه الشروط، ان انا هاخد منك المطهر ده او مسحوق الغسيل بس هحط عليه علامة كارفور. ليه ده بيحصل بقى؟ هنعرف. الكلام ده بيحصل لسبب بسيط، ان البرايفت براند اللي هو الستور براند ارخص كتير من الناشونال براند او المانيفاكتشر براند. يعني لما تيجي تشتري مسحوق اللي هو اريال او برسيل او تايد هيبقى اغلى بكتير من لو اشتريت مسحوق غسيل مكتوب عليه كارفور او سبينز او لولو او باندا. فبالتالي في الظروف الصعبة الاقتصادية الصعبة لما بتمر على الشعوب بتلاقي ان سوق الستور براندز او اللي هو البرايفت براند عالي جدا. في احصائية بتقول ان الكاستمرز اللي بيشتروا الستور براندز او البرايفت براندز دول بيوفروا حوالي 29%. وبالتالي في السنين الصعبة أو الأزمات الاقتصادية الصعبة بنلاقي إن الستور براند أو البرايفت براند بيزدهر وبيزيد. بينما أيام بقى ما كانت الدنيا فيها رغد وظروف اقتصادية ميسرة على الناس، هتلاقي الناس كانت بتشتري المانيفاكتشرر براند أو الناشونال براند عادي جدا. إنما مع الظروف الاقتصادية الصعبة سوق الستور براند او البرايفت براند ده بيزيد بشكل كبير. فبتلاقي الناس ابتدت تتجه انها ما تجيبش البراندز الاصلية، المطهر الاصلي الغالي المعروف، وتقوم شارية مطهر مكتوب عليه ليبل كارفور. هما مش عارفين جاي منين، بس كارفور هو اللي معبيه وهو اللي بيبيعه باسمه، وطبعا ارخص بكتير. بدأت الستور براند او البرايفت براند تزيح بقى الناشونال براند والمانيفاكتشر براند من على الارفف وتحتل هي مكانها. الستور او البرايفت براند بيسموه جينيريك او نو نيم براند، اللي هو براند معلهوش اسم. لو انت نزلت النهارده او كده وما كنتش اخدت بالك من الموضوع ده، هتلاقي ان في الهايبر ماركتس الكبيره منتجات عليها اسم الهايبر ماركت نفسه، ملهاش ماركة معينة. وهتلاقي بدأ الناس فعلا بتشتريها بشكل كبير لأنها اقتصاديا أوفر بكتير وابتدت تحل محل البراندز الكبيرة المعروفة. الستور براند بقى ليه ميزة مهمة جدا للريتيلرز أو الستورز.
يعني المنتجات كارفور اللي عليها اسم كارفور ليها مميزات بالنسبة لكارفور، هتلاقيه بيفضلها بشكل كبير. ليه؟ بيتحكم في الستوك، بيتحكم في المخزون، يقدر يزوده يقلله، هو حر لانه هو اللي بيعبي وهو اللي يعني المنتج ده محطوط عليه اسمه. بيتحكم في الاماكن الاماكن بتاعه البرودكت على الرف والكميات اللي محطوطه على الارفف. بيتحكم في السعر لان المنتج بتاعه، هو حر بقى ينزل تخفيضات، يعلي السعر، يرخص السعر، يعني يعمل اتنين عليهم واحد مجانا، يعمل يعني اوفرز مختلفة، هم حرين. كمان بيتحكموا في البروموشن، مفيش شركة هي اللي بتفرض عليهم البروموشن او تقول لهم الاعلان او حطوا الاعلان ده، لا هم اصحاب المنتج وهم اللي بيحطوا الاعلانات بتاعتهم. المنتجات اللي هي الستور براند او البرايفت براند دي مربحة بشكل كبير جدا للستورز، لان فيها هامش ربح كبير، لانهم هم اللي بيسعروا، هم اللي بيقدروا يتحكموا في هامش الربح. كمان هم مفيدة لانها بتعلي الايمج بتاعة الستور نفسه، لان هم بيبقى اكسكلوسيف برودكتس، منتجات حصرية، وممكن يعمل لها دعاية ويبيعها وينزلها ارخص بكتير من المنافسين، فيقدر يكسب بيها السوق بشكل كبير. طيب ما كده البرايفت او الستور براند تعتبر خطر على المانيفاكتشرر او الناشونال براند؟ اه طبعا خطر. ومين قالك ان الناشونال براندز او المانيفاكتشر براند ما حسيتش بالخطر ده؟ وبالتالي ابتدت المنتجات اللي بتنتمي لشركات اللي هي مصنوعة في شركات اللي هي المانيفاكتشر او الناشونال براندز تبتدي بقى ايه، تحارب او تبتدي تدافع عن كبريائها وعن مكانتها في السوق، تبتدي تركز على الفاليو بروبوزيشنز او المميزات اللي موجودة فيها مش موجودة في الستور براند. تلاقيهم بيتكلموا على الأصلي والمنتجات المعروفة والماركات الكبيرة والحاجات دي كلها، وبيركزوا بشكل كبير على الموضوع ده. هيبتدي يفكرك في الدعاية بإن هم كبراندز مشهورة ومعروفة وليها تاريخ. هتلاقيهم برضو بيبدأوا ينزلوا في الستورز الكبيرة والهايبر ماركتس ديسكاونتس وكوبون وكمية أكبر بنفس السعر والحاجات دي ليه؟ علشان يحافظوا على الماركت شير بتاعهم أو الحصة السوقية بتاعتهم. بيبدأوا يعملوا بروجرامز كبيرة، يعني بتلاقي اريال وبرسيل ليهم كامبينز اعلانات في التلفزيون، ديتول ليه كامبينز اعلانات في التلفزيون، لان المنتجات المسحوق والحاجات دي هتلاقيها في منها ستور براندز كتير، فلازم يحافظ على كيانه ويحافظ على مكانته. هتلاقيه بيبتدي يعمل تحالف مع الميجور ديستريبيوترز علشان يعني يكافح او يقدر يحارب او يقدر يكمبيت ينافس الستور براندز اللي موجوده واللي بتاخد شير زي ما قلت لكم، خاصه في الاوقات العصيبه اقتصاديا واللي الناس بتبقى بتحاول توفر فيها على قد ما تقدر. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.